اجا لعندي عبده وقال معتز بده يفتح محل حبوباتي وبده عدس وبده حنطه وبده حمص. انا قلت لك يا حبيب قلبي انا ما بدين. هي القصه عم بجودات الله وكيلها. ايه بيكون هو يلي سارق الطحين وبلاهم لهالمساكين اللي معترين. يا لطيف، والله يخرب بيتهم هدول. اكيد رح يتحولوا على المحكمه، واذا تحولوا على المحكمه خلاص راحت عليهم. نماس انت ما فينك تساعدهم مثل ما ساعدت اخي لبا؟ لا فسرت عينهم، هدول ما بيستاهلوا. لك ليش؟ لك شو ليش؟ هدول دم اخي برقبتهم، دم اخي برقبه كل اهل حاره الضبع. بعدين ابو جودة قال لي هلا قلت لي انه ابو جودة واحد مقطع موصل، بيكون عم يكذب عليك لحتى ياخذ منك كم ليره. يعني معقول نحن الثلاثة نسرق البضاعة وفوق كل هذا نحطها بالمحل على عينك يا تاجر؟ معقول؟ عمي بشير انت اطلع منها، ما خصك بنوب، معتز وبس. وانا؟ انت روقنا بيمشي حالك. ومعتز؟ معتز بده يتحول على المحكمة، شغلته كبيرة كتير. لا ما حضرت بجودات، ما حضرت بالمرة. اتركه بشير اتركه، اعمل اللي بدك اياه بجودات، اللي بدك اياه. قوم عمي بشير تيسر. شرف سيدي. درمي. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. درمي بعت لكم حمى. يا الله يا الله ليش هيك عملنا بحالنا؟ دربكم ما هو صحيح، الله يهداك. صلي على النبي يا بشوكات، صلي على النبي، صلي على النبي، خلينا نعرف شو بدنا نعمل. شو بدنا نعمل عمي؟ والله يا اخوي المشي عليكم بعيد كثير، تباتون عندنا الليله وباشر من طلوع الضوء عمي وده ينزل يبيع الحواس، تيسرون معاه ان شاء الله. عمي ابو عصام، شو رايك نروح نشوف المحاميه جولي؟ بركي بتشور علينا بشي شغله. والله معقول. نروح شغله. شرفي. بدي اشوف موكلي اذا بتريد. بدي اشوف موكلي. خلصنا، حقك. هو بكره بعد بكره بدهم يحولوا معتز على المحكمه. بيكون قدامنا شغلتين، ندفع حق الطحين وبيسقط الادعاء الشخصي، وبيصفى وقتها الحق العام، وهذا مقدور عليه ان شاء الله، ما تخافوا من شيء. يعني اذا دفعنا حق الطحين بيطلع معتز من السجن؟ ان شاء الله. انت ما تحكي الحكي مشان معتز؟ لا عمي ابو عصام، مو مشان معتز. صحيح معتز اكل بذنابه، بس كل الناس بتعرف انه هو هلا جوا بالسجن ظلم بظلم. عال وين الدليل؟ عندي. شلون هات شوف احكي. لا ما راح احكي، راح خليك تسمع باذنك. عندك شيء تفيدنا فيه؟ الله يبارك فيك. عندك وما بدك كمان الله يبارك فيك. معتز لازم يطلع من السجن ويندكوا هنيك اب فاروق. شو لبان؟ نسيت انه اب فاروق باعك؟ بس وحياتك لا تزعل، ما كان باعك له مانك غالي، بس انت اوعك تبيعه. كبه كب لانه رخيص. انا بنتي مخطوفه ومعايس على الدنيا كلها، وعم بفتل بالبراري عم دور عليها. من شان هيك اذا طلعتوا نشامه قدرانين تساعدونا بحطكن على عيني وراسي، بس غير هيك كلام رح يصير دم. هام علي ابضاي مشان الله. لوف بالله انه بنتك مسروقه. اقسم بالله العظيم انه بنتي مسروقه مني، اقسم بالله العظيم. ابو جودات، اسمع شو بدي لك. راح اعطيك اسماء وعناوين هدول الاربع اشخاص، بتجيب لي اياهم فورا وسريعا وبتخليهم عندك لحتى اجي عم تسمعني؟ سجل اسمائهم. انتوا الاربعه اعترف عليكم اب فاروق انكم سرقتوا طنابر الطحين من المستودعات. اعوذ بالله يا سيدي، فاروق اللي خلانا نسرق. يعني بتعترف انك انت اللي سرقت؟ الله وكيلك يا سيدي، نحن مالنا خص بالقصه كلها. ابو فاروق مكتبنا سندات وعم يخلينا نشتغل الشغل غصبا عنا والله. انتوا خليهم احسن، نبلش فيهم. احلى اساتذه والله، انا والله حي الله. اي والله ولعيونكم سدادي، لا تاخذونا غبره كثير، بس تعرفوا كتب عمرها 1000 او 2000 سنه، فيعني حقها يكون عليها هيك غبره يا لطيف على المحل. شو انه قديم مبين مليان شغلات انتيكا، كانها كنيسه قديمه لاخواننا المسيحيه. نماس عيون شرف اطلع لفوق، خلينا نشرب كاس شاي انا وياك. من اخره على كل شغله هون الي حصه. قديش يعني؟
ولا نعرف بالاول قديش رح تبيعه؟ هي ما بقدر اعرفها، بدك تنطرني عليها شوي. يعني شي جمعة زمان. اسمع يوسف، شغلنا كله واقف على نكشة، وهالنكشة طلعت واحد حقه نص فرنك. ومنو ها؟ والله لا ابرو قبر.